السلام عليكم. تصريح خطير جدا من رئيس الفيفا انفانتينو بعد هروب لاعب الزمالك من كشف المنشطات ويهاجم الاتحاد المصري ويتخذ هذا القرار التاريخي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد هروب لاعبي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة من كشف المنشطات قبل مباراة الداخلية بساعة واحدة فقط، فقد دخل على الخط انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الشرق الإماراتية وقال: لقد علمت أن هناك حادثة هي الأغرب في العالم، بأن هناك لاعبان في مصر. وأيضا ترجم لي أحد الأصدقاء تصريحات رئيس نادي الزمالك بأن هؤلاء اللاعبين كانوا يتعاطون مواد مخدرة ولذلك تم خروجهم من المباراة، فهذا يدل أن هناك تلاعب واضح بين هؤلاء اللاعبين ورئيس النادي من أجل الهروب من كشف المنشطات. وسوف نرسل وفدا رسميا من الفيفا للتحقيق في هذه الواقعة. واندهش أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتخذ أي إجراء أو عقوبة ضد رئيس نادي الزمالك أو هؤلاء اللاعبين. هذا يدل أن نادي الزمالك ولاعبي الدوري المصري أيضا يتناولون المنشطات وبكثافة. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.